şükür bin şükür seni bana verene. Yaz mısın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. السلام عليكم، شلونكم حبايبي اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والف عافية. مثل ما شفتوا بداية الفيديو نموذج عن تصميم في لايت موشن اسطوري جدا اللي هو ترند تيك توك. الصورة تتحرك داخل الصورة واني متأكد راح يعجبكم، واريدك تركز وياي كم دقيقة او كم دقائق على مود تتعلم شلون تسوي نفس هذا التصميم كلش اسطورية. ما تطلع عنكم بالمقدمة حبايبي، اول خطوة راح تفتح برنامج اللايت موشن، وبالتالي راح تدوس على علامة الزائد وتختار حجم يناسبك حسب الصورة اللي انت عندك. انا اختار هذا الحجم، راح ادوس على انشاء مشروع. اول خطوة راح ادوس على علامة الزائد وعلى الوسائط واضيف الصورة اللي تريد تسوي عليها تصميم. انا اختار هذا الصورة، وهسه اكبر الصورة على مود يطلع بملء الشاشة فهكذا. هسه حبيبي راح تدوس على مكان فارغ وتدوس على علامة الزائد وعلى الوسائط تضيف نفس الصورة اللي هسه ضفناه، نفس الصورة ولكن تكرر مرتين. هسه شو تسوي؟ هذا راح تصغره بهذا الشكل، راح تخليه بهذا الحجم، يعني هكذا راح تخليه، وراح تدوس على مكان فارغ. وهسه راح تمدد النص الاول، راح تمدد على مود يطلع الفيديو كلش حلو. راح تدوس على هذه، راح تدوس عليه ضغطة طويلة وتسحبه للنهاية وتروح بهذا الشكل. خلي امدد الفيديو وياكم، طبعا خليته بهذا الشكل. هسه راح تدوس على نص الصورة الثانية اللي ضفناها وتروح لاخير المقطع، وراح تدوس على هذا على مود تمدد على كامل الصورة الاولى. هسه راح تدوس على مكان فارغ وراح تدوس على علامة الزائد وراح تضيف مربع. هذا المربع راح تكبره بهذا الشكل فقط على الوجه، بهذا الشكل. ركزوا وياي حبايبي، بهذا الشكل. هسه كل ما عليك تروح على نهاية المقطع على مود نمدد المستطيل على نهاية الصورة. راح ادوس على هذه الايقونة، وهسه ترجع للبداية. راح ادوس على مكان فارغ وراح تحدد الصورة الثانية مع المربع بهذا الشكل، ضغطة طويلة تسوين اخضر، وراح تدوس على ثاني ايقونة. ركزوا وياي، مو اول ايقونة، ثاني ايقونة. راح تدوس عليه وتسويهن مجموعة وقناع واحد. هسه راح ادوس على الصورة الاصلية اللي جوا، راح تدوس عليه وتدوس على التأثيرات واضافة تأثير، وتنزل جوا على الضبابي وتختار تمويه الضبابي. اعدادات القياسية، الضبابي راح تخليها على 325 هذا الشكل، وهذا راح نسده هسه وندوس على اضافة تأثير الثانية وننزل جوا على الاخرى، واعادة رسم خريطة قناة RGB. اعدادات القياسية الثالث اللي هو R، عفوا الرابع اللي هو اي راح تخليه على بي بهذا الشكل، وهذا راح نسده وندوس على مكان فارغ. راح ندوس على التجميع والقناع وندوس على التأثيرات واضافة تأثير، ونكتب بالبحث حواف خشن، اللي هو هذا حواف خشنة ندوس عليه. اعدادات القياسية القوة راح نخليه على 700 بهذا الشكل. اما بالنسبة للتطور فراح نخلي مفتاح بالبداية ونروح على النهاية. ايضا راح نخلي المفتاح اللي بالنهاية راح نخليه على 14 بهذا الشكل. اما بالنسبة للتفصيل فراح نخليه على 2، وهذا راح نسده وندوس على اضافة تأثير ونكتب بالبحث تذبذب، اللي هو هذا يطلع لك تذبذب. اعدادات القياسية ونرجع لبداية المقطع. بالنسبة لتذبذب الزاوية فراح نخليه على 90، اما بالنسبة للتكرار فراح نخليه على 0.29. وهسه راح نسد هذا وندوس على مكان فارغ وندوس على على علامة الزائد ونضيف مربع، وندوس على هذه العلامة واملأ منطقة التكوين، وندوس على لون والتعبئة غير الى هذا اللون اللي بصف الاخضر، ونرجع خطوة لورا ونروح لنهاية المقطع على مود نمد على كامل المقطع. ندوس على هذه الايقونة، وهسه نرجع للبداية وندوس على التأثيرات وندوس على اضافة تأثير وننزل جوا على الاخرى ونسخ الخلفية. اعدادات القياسية هذا راح نسده، اضافة تأثير الثانية وننزل جوا على الضبابي ونختار تمويه الضبابي. اعدادات القياسية الضباب القوة راح نخليه على 200،
وهذا راح نسده إضافة تأثير الثالثة، وننزل جوا على لون والإضاءة، التعرض والغامة، إعدادات القياسية. تعرض راح نخليه على -70، أما الجاما فراح نخليها على 1.130 هذا الشكل. أما بالنسبة للإزاحة فراح نخليه على -14، وهذا راح نسده وندوس على إضافة تأثير، وننزل جوا على لون والإضاءة، وننزل للأخير على يبرز ويظلل، أخير وحدة إعدادات القياسية. الإبراز راح نخليه على 2 اللي هو 200. أما التظليل فراح نخليه على 120، وهذا راح نسده وندوس ونرجع خطوة لورا وندوس على خلط والتأتيم، وننزل جوا على الفرق ونختار الطرح. وهسه هذا نرجع لورا وندوس على مكان فارغ، وندوس على علامة الزائد، ونضيف مربع، وندوس على 3 نقاط اللي فوق، املأ منطقة التكوين، ونغير لونه إلى اللون الأبيض، ونرجع لورا ونروح لنهاية المقطع، وندوس على هذه الأيقونة على مود نمد على كامل المقطع. وهسه راح ندوس على خلط والتعتيم، وننزل جوا على التباين ونختار التراكب. وهسه راح ندوس على مكان فارغ، وهسه نضيف للإيموجيات، راح ندوس على علامة الزائد وعلى الناس، ونختار الإيموجيات اللي نريدها. أني أختار هذا الإيموجي مثلا، هذا الإيموجي راح نغير لونه إلى لون الأبيض، ونغير حجمه أيضا راح نكبره بهذا الشكل. وندوس على بالنسبة لجماعة الأندرويد فراح تدوسون على اللون وتختارون ثاني أيقونة، وهذا العلامة الأبيض راح تصفرونه بهذا الشكل ويطلع عندكم الإيموجي. بالنسبة للآيفون فإحنا ما عندنا أي مشكلة، راح نصعده للفول. أما بالنسبة لنوع الخط فتختارون اللي هو خط إيموجي آيفون، وتدوسون على علامة الصح وتغيرون مكانه بهذا الشكل، وراح تدوسون على حدود والظل وتختارون ثالث أيقونة. الحجم راح تخلونه على 140، أما الألفا فراح تخلونه على 84، وهذا الظل راح تفعلونه. هسه تدوسون على هذه علامة ونرجع لورا ونروح على نهاية المقطع ونمدد على نهاية المقطع بهذا الشكل. وهسه راح ندوس على مكان فارغ. هسه حبيبي راح ادوس عليه الأغنية، ولكن لازم يكون بشرط الأغنية شاشة سوداء، اللي خلفية سوداء، يعني الكتابة عليه مكتوبة والخلفية سوداء. راح تنزلون أي فيديو من اليوتيوب أو التيك توك، ولكن مهم انه يكون شاشة سوداء خلفية سوداء. انا مجهز عندي فيديو، راح ادوس على علامة الزائد وعلى الوسائط واضيف الفيديو اللي عندي هو مثل ما تشوفون الخلفية سوداء. راح ادوس على خلط والتعتيم وتنزل جوا على التفتيح وتختارون الشاشة، وهسه راح تنزلونه بهذا الشكل. شوفوا هسه شلون راح يطلع. راح نرجع لورا ندوس على مكان فارغ. شوفوا شلون طلعت الأغنية عندي جوا. خلي ادوس عليه شوية انزله ايضا بهذا الشكل. شوفوا شلون طلعت عندي النتيجة النهائية. طلعت كلش رهيبة جدا تصميم، والله العظيم يمكن ما حد شارحه من قبل عن هذا التصميم وما حد معلمكم، اني اول واحد اعلمكم، وان شاء الله راح يعجبكم بهذا الشكل. هسه كل ما عليك حبيبي انه تدوس على هذه الايقونة وتدوس على التنظيم ونحافظ عندك بجهازك بدون اي مشاكل. فلا تنسوني بالدعم واللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وشكرا لكم على المشاهدة.